انت عمرك فكرت في الما لا نهاية؟ طب عمرك قعدت تعد في الارقام لحد ما تجيب اخرها؟ هتحس انك بتمشي لاخر الكون او بتقع في دوامة ما بتخلص، وهتقعد تجمع في الارقام وبرضه مش هتوصل لنتيجة، وكأن مفيش حاجة اسمها الما لا نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. أنت عمرك سألت نفسك إيه مجموع الأرقام الصحيحة من 1 لحد الما لا نهاية؟ أكيد طبعا بما لا نهاية، أنت هتستهبل. طب اسمع بقى الرقم بسالب 1/12. بالله عليك ينفع يبقى واحد مهندس قد الدنيا ويقول العبط اللي أنت بتقوله ده؟ بص، هو مش أنا اللي بقول كده، ده علماء الرياضيات هم اللي طلعوا النتيجة دي، وكمان أثبتوها بأكتر من طريقة، وأنا هقول لك على طريقة أو 2 منهم وأنت حاول تكذبهم وتقول لي الغلط فين. النوعية دي من المسائل اللي الجماعة بتوع الرياضيات بيسموها المتسلسلات اللانهائية، وهي عبارة عن مجموعة ليها علاقة ببعض وبنبدأ نجمعهم لحد الما لا نهاية. تعال بقى نحل مع بعض كم متسلسلة من النوعية دي علشان نقدر نوصل لمجموع الأعداد الصحيحة من 1 لحد الما لا نهاية. أول متسلسلة معانا هي اس، ودي بتساوي 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 لحد الما لا نهاية. المتسلسلة دي في الطبيعي لو ليها نهاية فهيبقى ليها حل من الاتنين، لو هتنتهي بسالب 1 فكل واحد هيطير مع السالب 1 اللي وراه والمجموع في النهاية هيساوي الصفر. إنما بقى لو نهايتها 1 فبرضه كل واحد هيطير مع السالب 1 اللي وراه وهيتبقى الواحد الاخير وهيبقى مجموعهم 1. لكن في الحاله بتاعتنا هي لا نهائيه، وبالتالي انا مش عارف هي هتنتهي بسالب 1 ولا ب1، ما انا مش عارف نهايتها اصلا، وبالتالي احنا محتاجين نحلها بطريقه مختلفه. علشان نعرف نتيجه المتسلسله دي هنعمل تريكايه بسيطه قوي. هنمسك الاس دي ونطرحها من الواحد. لو بصيت على الطرف اليمين هتكتشف ان السالب هيغير اشاره كل الوحيد اللي جوه القوس، اللي كان سالب هيبقى موجب واللي كان موجب هيبقى سالب. بتشبه انت على المنظر اللي طلع ده؟ ايوه يا عم، هي الاس نفسها، وده معناه ان 1 ناقص الاس بيساوي الاس. لو اديت الاس الناحيه الثانيه يبقى 2 اس بيساوي 1، وده معناه ان الاس هتساوي نص. والمتسلسله دي عملها واحد اسمه جراندي وسماها اس جي علشان تبقى جراندي سيريس، وكانه بيخلد اسمه في التاريخ. يا ريتها كانت جابت دكر بطه في يدنا. وكان تفسير النتيجه دي ان احنا عمالين نزود 1 وننقص 1، نزود 1 وننقص 1، فالنتيجه عمال تتراوح ما بين الصفر والواحد. فقال يعني النتيجه خدت المتوسط اللي هو النص. ومع ان الكلام ده من ناحيه الرياضيات المجرده ملوش معنى، بس نعديها. تعال بقى نكمل الاثبات للاخر. في متسلسله ثانيه اسمها اس الفا، ودي عباره عن 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 وهكذا لحد الما لا نهايه. لو جمعت المتسلسله دي على نفسها بس جمعت عليها صفر ورحلتها يمين شويه، فنتيجه المجموع ده هتكون 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 وهكذا لحد الما لا نهايه. مين دي؟ دي الاس جي اللي احنا لسه حاسبينها بنص، وده معناه ان 2 اس الفا بتساوي النص، يبقى الاس الفا بتساوي الربع. يا راجل يا مؤمن، ابقى انا عمال اجمع واطرح ارقام صحيحه من بعض وفي الاخر النتيجه تطلع ربع. مستغرب من النتائج؟ طب خد المفاجاه بقى، ايه هو مجموع الارقام الصحيحه الموجبه من 1 لحد الما لا نهايه؟ تعال نسمي المتسلسله دي اس، وهنطرح منها الاس الفا اللي لسه حاسبينها. السالب هيغير اشاره كل اللي جوه القوس، وبالتالي كل الارقام الفرديه هتطير مع بعض، ويتبقى لك 4 زائد 8 زائد 12 وهكذا. لو خدنا منهم الاربعه عامل مشترك هيتبقى جوه القوس 1 زائد 2 زائد 3 لحد الما لا نهايه اللي هي برضو الاس. يبقى كده الاس ناقص الاس الفا بتساوي 4 اس. ودي بقى الاربعه اس الناحيه الثانيه باشاره سالبه، والاس الفا وديها الناحيه الثانيه باشاره موجبه، يبقى سالب 3 اس بتساوي الاس الفا. واحنا لسه حاسبين الاس الفا بربع، يبقى الاس الفا بتساوي سالب 1/12. قبل ما تقفل الفيديو استنى اقول لك على وجهه النظر المخالفه. لو انت متمرس في الرياضيات زيي فهتعرف ان في قانون بيخليك تجمع كل الارقام من 1 لحد اي رقم n، والمجموع ده بيساوي n في n زائد 1 على الاثنين. يعني مثلا لو عايز اجمع من 1 لحد 100 شيل الان وحط ال100، يطلع مجموع الارقام من 1 لحد ال100 ب 5050. لو عايز اجمع من 1 لحد مليون، مليار، اي رقم بنفس الطريقه. ولو مش مصدقني جرب ورايا بالاله، ده ان ما كانش الاله بتستخدم القانون اللي انا بقول لك عليه ده اصلا. طب ما تيجي نجرب نحط الان بما لا نهايه، هتطلع بما لا نهايه في ما لا نهايه زائد 1 على الاثنين اللي هي بما لا نهايه. يعني الله، طب ما هي بما لا نهايه هي يا عم، امال ايه سالب 1/12 دي؟ استنى بس هنعمل كوبايتين شاي وجاي اقول لك. انت عمرك سالت نفسك ايه الرقم اللي اكبر من ما لا نهايه؟ واحد يقول لي يا عم انت سامع نفسك، هو في رقم اكبر من ما لا نهايه؟ خليني اقول لك يا صديقي ان ده كان التفكير السائد بين علماء الرياضه من حوالي 100 200 سنه، وهو ان الما لا نهايه حاجه ما فيش اكبر منها. لكن في الحقيقه بقى ان في حاجه اكبر من ما لا نهايه، وخليني افهمك ازاي. تخيل ان انت عندك فصل فيه عدد من الكراسي وقاعد عليه عدد من الطلبه، وسالتك هل عدد الكراسي قد عدد الطلبه؟ هتقول لي تعالى نعد عدد الكراسي وعدد الطلبه، لو الاثنين قد بعض خلاص. لكن في طريقه اذكى تعرف بيها الاجابه من غير ما تعد اصلا.
اصلا، وهو استخدام مبدا اسمه مبدا التناظر. من الاخر كده انا هبص لو لقيت كل الكراسي قاعد عليها طلبه ومفيش طلبه واقفه ولا كراسي فاضيه، يبقى اكيد عدد الكراسي قد عدد الطلبه. وده كان المبدا اللي الناس كانت بتستخدمه زمان في العد قبل ما تعرف فكره الاعداد. ان الناس زمان وهي خارجه بالغنم الصبح كان بيحط قدام كل خروف بيخرج طوبه في جيبه، واخر اليوم علشان يتاكد ان كل الاغنام رجعت المزرعه قدام كل خروف بيدخل بيشيل طوبه من جيبه، ولو كل الغنم رجع المزرعه وما تبقاش في جيبه ولا طوبه يبقى كده كله رجع بالسلامه. يعني مثلا انت عرفت منين ان ايدك اليمين فيها نفس عدد صوابع ايدك الشمال؟ ان اكيد في هنا 5 صوابع وهنا 5 صوابع، لكن لو حطيت ايدك الاثنين على بعض فهتكتشف ان قدام كل صباع في صباع تاني، وبالتالي من غير ما اعرف عددهم انا متاكد ان هما الاثنين قد بعض. ومبدا التناظر ده هو مسلمه من مسلمات الرياضيات، يعني ما ينفعش تبقى غلط. انا كده شايف انك فهمت رياضيات بما فيه الكفايه، واقدر اعرض عليك اشهر معضله في الرياضيات. هل عدد الاعداد الصحيحه بيساوي عدد الاعداد الزوجيه؟ انت عارف ان الاعداد الزوجيه هي جزء من الاعداد الصحيحه، لان الاعداد الصحيحه جزء منها زوجي وجزء منها فردي، وفي نفس الوقت عدد الاعداد الصحيحه والاعداد الزوجيه لا نهائي. وبالتالي لو حطينا قدام كل عدد صحيح عدد زوجي هتكتشف ان المجموعتين ليهم نفس العدد، لان قدام كل رقم صحيح في رقم زوجي بيناظروا. وهنا بقى انت هتقع في الحيره، ايه ده وانا ايه اللي هيوديني العراق؟ المشكله ان انت مش هتعرف ترد على السؤال ده عدد الاعداد الصحيحه بيساوي عدد الاعداد الزوجيه، وده لان انت هتضرب مفك في اساسيات الرياضيات، وهو ان الاعداد الزوجيه جزء من الاعداد الصحيحه، وده معناه ان الواحد هيساوي 2. وفي نفس الوقت مش هتقدر تقول لا عدد الاعداد الصحيحه اكبر من عدد الاعداد الزوجيه، وده لان انت هتضرب مفك في فكره المالانهايه، وان المالانهايه هي حاجه ما بتخلص. وبالتالي لو فضلنا نمشي للمالانهايه هنقدر نطلع قدام كل رقم صحيح رقم زوجي. لو انت حسيت ان دماغك لفت وبدات تتخنق مني ونازل تشتمني في الكومنتات، فده بالظبط نفس الاحساس اللي حس بيه علماء الرياضيات لما كانتور قال لهم الكلام ده لاول مره. عالم الرياضيات جورج كانتور كان اول واحد فكر في الاحجام المختلفه من اللانهايه. هو عمل حاجه بسيطه قوي، قال لك عارف الارقام الغير نسبيه زي جذر الاثنين والباي اللي هم مش بنقدر نعبر عنهم برقمين صحيحين منسوبين لبعض، وعلشان كده هتلاقي الارقام الغير نسبيه دي هي ارقام كبيره جدا ما بتخلص. السؤال بقى هل هنقدر نعمل تناظر ما بين الارقام الغير نسبيه والارقام الصحيحه؟ يعني من الاخر هل هقدر اعمل قيمتين قدام بعض، واحده من الاعداد الصحيحه 1 2 3 4 5 لحد الما لا نهايه، والثانيه فيها الارقام الغير نسبيه كلها من غير ما افوت رقم؟ هو ده بالظبط اللي عمله جورج كانتور، عمل قائمه من الارقام الغير نسبيه. وهنا كانت المفاجاه ان ده مستحيل اصلا يحصل. لو حاولت تعمل قائمه لا نهائيه من الارقام الغير نسبيه فغصب عنك هتسقط ارقام، واثبات الكلام ده رياضيا بسيط جدا. تعال نتخيل انك عملت قائمه لا نهائيه من الارقام الغير نسبيه، اللي هو مستحيل يكون في رقم عدى منك. انت متاكد ان كل الارقام الغير نسبيه موجوده في الليسته بتاعتك لانها لا نهائيه. انا بقى اتحداك اني اخترع لك رقم مختلف تماما عنهم ومستحيل تلاقيه في الليسته بتاعتك حتى لو الليسته بتاعتك لا نهائيه. تعال نتخيل ان دي الليسته بتاعتك، انا همسك اول خانه من اول رقم عندك، لو الرقم ده مش بيساوي الواحد هخلي الرقم بتاعي انا بيساوي 1، لو طلع الرقم بيساوي 1 هخلي الرقم عندنا بيساوي 2. المهم ابقى مختلف عنك، لو الرقم عندك بيساوي 1 انا هخليه مش 1، ولو الرقم عندك مش بيساوي 1 انا هخليه 1. لو بصيت بقى على الرقم اللي انا طلعته ده هتلاقيه قطعا وحتما مختلف عن كل الارقام اللي موجوده في الليسته بتاعتك. يعني مثلا لو بصيت على الرقم 143 اكيد هتلاقي الرقم اللي موجود في الخانه 143 عندي مختلف عن الرقم اللي موجود في الخانه 143 عندك. من الاخر كده انا خليت الرقم بتاعي مختلف عن كل الارقام اللي عندك في رقم واحد بس على الاقل. وده معناه ان لو عندي قائمه لا نهائيه من الاعداد الغير نسبيه اقدر دايما احشر جواها ارقام مش موجوده، وده على عكس الاعداد الصحيحه اللي بتبقى 1 2 3 4 5، فمش هعرف احشر مثلا رقم صحيح ما بين الاثنين والثلاثه. وده بقى اللي اثبته كانتور، ان المالانهائيات مش قد بعض، ان مثلا المالانهايه بتاعت الاعداد الغير نسبيه اكبر بكتير من المالانهايه بتاعت الاعداد الصحيحه، وبالتالي المالانهايه بتاعت الاعداد الصحيحه اكبر بكتير من المالانهايه بتاعت الاعداد الزوجيه. وبكده يبقى حل المعضله اللي قلنا عليها، ان الاعداد الصحيحه والاعداد الزوجيه اي نعم الاثنين بمالانهايه، بس ده برضو ما يمنعش ان الاعداد الزوجيه جزء من الاعداد الصحيحه. واللي قاله كانتور باختصار ان لو عندي مجموعه لا نهائيه لو جبت منها كل المجموعات الفرعيه الممكنه هقدر اكون مجموعه لا نهائيه اكبر من اللي قبلها، ولو جمعت الاثنين على بعض هجيب مجموعه لا نهائيه اكبر، وهكذا اقدر اعمل مجموعات لا نهائيه باحجام مختلفه. خليني اقول لك ان الكلام اللي قاله كانتور ده اتهاجم من المجتمع الرياضي بقسوه، واتوصف ساعتها بانه دجال ومدمر للشباب. ده حتى كمان منعوه من دخول الجامعات، وده خلاه يعاني من انهيار عصبي. كان الاول من ضمن سلسله من الانهيارات العصبيه اللي جات له لحد ما انتهى الموضوع بيه في مصحه. واهم نظريه سابها لنا ان في عدد لا نهائي من اللانهائيات.
وعلشان كده لما اسالك على الرقم الاكبر من ما لا نهايه ترد من غير ما تفكر وتقول لي ما لا نهايه زائد 1. انا عارف ان الموضوع بالنسبه لك مش مقنع، يعني ايه في حاجه اكبر من ما لا نهايه؟ بس اكتر حاجه هتبين لك الفكره دي هو الاثبات اللي انا قلته في اول الحلقه. ايه مجموع الارقام الصحيحه من 1 لحد الما لا نهايه؟ منطقيا بما لا نهايه. بما لا نهايه كبيره ولا لا دي خليها على جنب، بس المهم ان هو بما لا نهايه من الما لا نهائيات الكتير اللي عندنا، والاكيد برضو ان هو مش بسالب 1 على 12. طب ايه بقى اللي خلى الاثبات يطلع بسالب 1 على 12 وكمان يبان انه مقنع جدا؟ اللعبه اللي انا لعبتها عليك ان انت ما كنتش عارف ان الما لا نهايه زائد 1 اكبر من الما لا نهايه. فاكر لما كنت بقول لك ان انا رحلت خانه؟ لما انا رحلت خانه كده انا خليت عدد الارقام اللي موجوده في المتسلسله دي مش بيساوي ما لا نهايه، لا ده عددهم بيساوي ما لا نهايه زائد 1. وهنا بقى حصل الخلل وطلعت الارقام اللي مش منطقيه دي، لان انت فاكر ان انا لو عندي متسلسله لا نهائيه فهقدر ارحلها يمين وارحلها شمال براحتي لان هي كده كده هتوصل للما لا نهايه. لكن اللي انت ما كنتش تعرفه ان حتى الما لا نهايه في ما لا نهايه اكبر منها، وان انا لما رحلت المتسلسله دي ناحيه اليمين طولها ما بقاش هو قبل ما ارحلها. الما لا نهايه يا صديقي هي واحده من اصعب الالغاز اللي ممكن تكون ما اتحلتش بشكل كامل في الرياضيات، ومع ذلك هي مش بعيده عننا، احنا تقريبا بنستخدمها وبنستعمل تطبيقاتها كل شويه. ويمكن اشهر تطبيق عليها هو معادله فورير، ان انت ممكن تعبر عن اي اشاره في الدنيا بمجموعه لا نهائيه من منحنيات الساين والكوزاين، ودي عموما اشهر معادله في هندسه الاتصالات. التفاضل والتكامل اللي هم مسؤولين عن كل انجاز وصله الانسان مبنيين اصلا على فكره الما لا نهايه. ما هو التفاضل هو عباره عن اني بجيب التغير عند اي نقطه من عدد نقط لا نهائي على اي منحنى، والتكامل هو اني بجمع مجموع النقط اللانهائيه دي. ده حتى كمان الما لا نهايه بتستخدم لما اكون عايز اعبر عن حاجه كبيره جدا وانا مش عارف هي كبيره قد ايه بالظبط. يعني مثلا السلك بالنسبه للالكترون بما لا نهايه، عدد خطوط الفيض المغناطيسي اللي بيخرج من كوكب الارض بما لا نهايه، الكون بالنسبه لنا بما لا نهايه. هو ممكن ما يكونش بما لا نهايه حقيقي، لكن هو كبير جدا بالنسبه لنا لدرجه ان احنا ممكن نعبر عنه ضمنيا بانه بيساوي ما لا نهايه. بس اهم حاجه ممكن نطلع بيها من الحلقه دي ان حتى الرياضيات اللي ممكن تكون اكتر حاجه منطقيه في حياتنا كبشر طلع ليها حدود. ممكن تكون الحدود دي في فهمنا احنا كبشر مش في العلم نفسه، لكن كده كده النتيجه واحده، وده يحطنا احنا كبشر قدام مرايتنا الحقيقيه ان في حدود حطها اللي خلق العلم ده مش هنقدر نعديها. وطبعا بقى انا مش محتاج اقول لك انك عشان تفضل فاهم كل حاجه حواليك محتاج تعمل حاجتين: تدوس على اللايك وتشترك في القناه. ولحد ما اشوفك تاني خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.